الياغورت كيعمل 7 ديال الدراهم للواحد بالمحلات التجاريه. انا اليوم ان شاء الله غنعمل معكم بطريقه اقتصاديه جدا. كيخرج لنا كميه كتيره بزاف، والثمن ما كيطلعش لينا غالي، كيطلع لنا ثمن رخيص بزاف. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي. نبداو على بركه الله. كنحتاجو واحد الكميه ديال الفريز، كميه على حسب اللي بغيتي نتي. كنضيفوا ليها شويه ديال السكر سنيده بطبيعه الحال على حسب الكميه اللي كتبغي ديال الحلاوه، وكنديروهم على نار هاديه وكنخليوه يتعسل لينا داك الفريز. وضيفي ليه واحد المعلقه ولا 2 معالق كبار ديال الماء وخليتيه يتعسل تولي عندك على شكل الكونفيتور. حاولي ما تكتريش اكثر من 2 معالق ديال الماء لانه هو كيطلق الماء، وراه هو كيطلق الماء بزاف. الخطوه الثانيه كناخذوا نصف لتر ديال الحليب، كنضيفوا ليه غنيشه ديال الفاني، سكر الفاني، وضفت 4 المعالق ديال السكر ديال سنيده، 4 المعالق كبار. انتي تقدري تضيفي قل ولا تضيفي اكثر. بالنسبه لهاد الصلصه ديال الفريز انا عملت 2 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وانت من طبيعه الحال تقدري تضيفي قل، تقدري تضيفي اكثر، ولكن راه في المذاق راه كيجي هو هذاك، ما كيجيش حلو بزاف وما كيجيش مسوس. الا كنتي بغيتي ديري القياس ديالي يجيك معتدل ديري هاد المقادير اللي قلت لك. كنتي بغيتي حلو بزاف راه كديري اكثر، كنتي بغيتي ديري مسوس راه تقدري ديري قل. صافي، وكنوضعوه على النار وكنخليوه حتى كيطلع لينا الحليب، يعني تيفيض لينا الحليب. هاد ديك الساعه نقدروا نطفيو عليه. الخطوه الثالثه والاخيره كنحتاجوا واحد الياغورت ديال الفاني، ومن طبيعه الحال نصف لتر ديال الحليب. ضروري ما يتكورش لينا وما يطلقش لنا وسط داك الحليب. كنضيفوا غير شويه، كنضيفوا الياغورت ديالنا في الكاسرونه وكنبقاو نضيفوا الحليب بشويه بشويه وكنخلطوا. صافي حتى كنشوفوه طلق لينا داك الياغورت. صافي وعاد كنكبوا داك الحليب ديالنا كامل. هاد الكاسرونه اللي خلطنا فيها الحليب مع الياغورت ديال الفاني ما كنطيبوها ما حتى شي حاجه، كنخليوها على جانب حتى كيفض لينا. كتفيض لنا الكاسرونه الاخرى اللي فيها الحليب وسكر الفاني وسكر سنيده. صافي كيف ما كتلاحظوا في هاد الياغورت ديالنا كنوجدوه في المكونات ديالو كاع كاملين. كنحتاجو فقط لتر ديال الحليب وساشي ديال الفاني، واحد الياغورت ديال الفاني، صافي، سكر سنيد. هادشي اللي كنحتاجو صافي. والفريز من طبيعه الحال، ماشي ضروري غير الفريز، تقدري ديري اي فاكهه عندك بحال مثلا الكرموس في الموسم ديال الكرموس، ولا تقدري تعملي المشماش في الموسم ديالو. يعني اي فاكهه تقدري تعسليها وتقدري توضعيه معاها. اي فاكهه درتيه معاه راه كيجي زوين. الخطوه المواليه كناخذوا الحليب اللي فيضنا، كنضيفوا شويه بشويه على الحليب اللي خلطناه مع الياغورت، وكنحاولوا نخلطوه شويه بشويه، ما نضيفوش كامل في خطره واحده، نضيفوه شويه بشويه. صافي حتى كنساليو الكميه كامله. صافي ونخلطوا واحد شويه بمعلقه. صافي كنجيبوا الكيسان اللي نقدموا فيه هذا الياغورت. بطبيعه الحال كنعملوا الماء يغلى لينا. صافي كناخذوا داك الصلصه الفريز، كنوضعوا تقريبا ملعقه ونص حتى الملعقه على حسب اللي هاد الياغورت كيبقى على حسب الرغبه ديالك انت، يعني انت كتحكمي فيه. بغيتي تكثري الفريز لتحت كثريه، بغيتي ديريه شويه ديريه. انا على حسب، انا شي درت فيه معلقه، شي عملت فيه ملعقه ونص، شي درت فيه 2 ملاعق. المهم على حسب، المهم انت على حسب الرغبه ديالك. صافي كنوضعوا الصلصه ديال الفريز في الكيسان ديالنا. كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل الكيسان كاملين اللي عندي. انا هنايا هاد الكميه كامله ديال اللتر ديال الحليب عطاتني 10 د الكيسان. صراحه هاد الياغورت اقتصادي بزاف، والمذاق ديالو راه كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. ان شاء الله فاش غادي تجربوه انا متاكده انكم غادي يعجبكم. صافي من بعد ما كنعمر الكيسان ديالي كنجيب واحد الطنجره تكون نسدوها مزيان. صافي كنديروا الماء يغلى وكنصبوا داك الخليط ديالنا ديال الحليب البارد اللي خلطناه مع الحليب السخون،
وكنكبوه على الكيسان ديالنا اللي فيهم الفريز. الا الكوكوط عندك ما متوفرش تقدري ديري اي حاجه، اي طنجره عاديه، غير اهم حاجه هو فاش توضعي فيها هاد الياغورت وتكبي عليها الماء الطايب، ضروري تسديها مزيان. انا دابا الكوكوط طنجره الضغط كنعمل لها الصفاره وعاد كنغطيها بشي بلاستيكه. ضروري هاد الياغورت خاص يبقى في درجه الحراره سخونه. نتيا تقد اغطيه مزيان باش التغيير يتجمع لينا. والمده باش يعقد لينا هاد الياغورت انا كنعملو في الليل والصباح كنلقاه عاقد، ومن بعد كنوضعو في الثلاجه، ولا توضعيه في الصباح وفي الليل تلقاه عاقد. مهم راه هو خاصو واحد المده باش يعقد لينا، انا كنخليه ليله كامله كيجيني احسن. صافي كنبقى على هاد الشكل حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما كنخليه ليله كامله راه كنلقاه عاقد، يعني كيكون شاد في راسو مزيان. يعني واخا تقلبي الكاس راه ما كيدفق لك ما حتى شي حاجه، كيكون شاد في راسو. ومن بعد فاش كتوضعيه في الثلاجه يبرد راه كيزيد يعقد، كيزيد يعقد اكثر وكيجي متماسك بزاف. غير هو هاد الياغورت راه انا دابا فاش كنعمر في الكيسان كنخوي الحليب ديالي على الكاس اللي فيه الفريز، راه الريحه ديالته يا سلام، في واحد الريحه رائعه. وخلاص فاش من بعد ما كيعقد وكنوضعوه في الثلاجه، راه ما نقول لكمش المذاق ديالو كيفاش كيجي روعه. كيجي احسن من اللي كناخدو من المحلات التجاريه، وكيكون غالي بزاف، تيكونش المتناول ديال الجميع، وماشي اي واحد يقدر يشريه. من بعد ما وضعت الكيسان ديالي في الطنجره كبيت عليهم الماء غليان، يكون الماء غليان مزيان. صافي كنسد الكوكوط ديالي كنعمل ليها الصفاره وكنحطها على جنب وكنغطيها بواحد البلاستيكه وواحد المنديل. صافي وكنخليها ليله كامله كيف ما قلت لكم قبيله. صافي دابا من بعد ما صباح الصباح فتحت عليه كيف ما كتشوفوا جا عاقد، جا مجموع صراحه، جا مجموع. كيف كتلاحظوا عطاني 10 ديال الكيسان، يعني هذيك الكميه ديال اللتر ديال الحليب عطاتني 10 الكيسان ديال الياغورت. يعني راه كميه كثيره تبارك الله، وكيكون كتكون الكميه كثيره، يعني المكونات قلال والكميه كتكون كثيره. الياغورت ديالنا كيجينا على هذا الشكل كيف كتلاحظوا. راني قالبه لكم الكيسان قدامكم كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو عاقدين وكيجي متماسك وشاد في راسو مزيان. الفريز شكل الفريز في القاع ديال الكاس كيعطينا واحد المنظر، واحد الجماليه زوينه في الياغورت ديالنا. والمذاق ما نقول لكمش كيفاش كيجي في المذاق. ان شاء الله فاش غادي تجربوه انا متاكده حتى نتوما غادي يعجبكم كيف ما عجبني حتى انا. وراه ما غاديش تفرقوا بينه وبين اللي كيتباع في المحلات التجاريه. غير هو هذا باش احسن كنتحكموا في السكر ديالو. نقدروا نديروه مسوس الناس اللي ما كياخذوش الحلاوه، نقدروا نديروه بالزيت في الحلاوه الناس اللي كتعجبهم الحلاوه، راه كيجي احسن منه. اهم حاجه كيطلع لنا رخيص. الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشجعوني، بارطاجيو الفيديو لتعم الفائده، اعملوا لي لايك وتعليق زوين بحالكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي.